ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقة جديدة لا تقل أهمية عن الحلقات اللي قبلها. لو سألت نفسك قبل كده ازاي اتعلم حاجة جديدة، سواء لغة، مهارة أو حتى رياضة معينة، فأنت في المكان الصح. النهارده هنشرح خطوات بسيطة وعملية تقدر تتعلم بيها أي حاجة، واضمن لك إنك لو التزمت بيها هتلاقي نفسك بتحقق تقدم حقيقي. منضيعش وقت كتير ويلا بينا. اول حاجه نسال نفسنا احنا ليه بنتعلم؟ عشان نطور نفسنا، عشان نحسن فرصنا في الشغل، او يمكن عشان نكتشف شغف جديد او موهبه. الاجابه مهمه جدا لانها هي اللي هتحدد الدافع اللي هيخلينا نكمل حتى لما الامور تبقى صعبه. اكبر غلطه بنعملها لما نيجي نتعلم حاجه جديده هو ان الهدف بيكون غامض. ما تقولش عايز اتعلم لغه، قول عايز اتكلم مع ناس اجانب بطلاقه في خلال سنه. الهدف لازم يعدي على 3 مراحل. اول مرحله لازم يكون واضح، ثاني مرحله لازم يكون قابل للقياس، ثالث مرحله يكون محدد بوقت. واضح زي ما قلنا ان انت لازم تكون موضح وما يكونش غامض. قابل للقياس يعني تقدر تقيس تقدمك وتلاحظ الفرق. محدد بوقت ما تسيبوش عايم، لازم تحدد وقت وتلتزم بيه، ودي اول خطوه تعرفك اذا كنت ماشي في الطريق الصح ولا الغلط. خطه واضحه وبسيطه. بعد ما حددنا الهدف لازم نرسم خريطة الطريق ازاي هنوصل له. هنا بنقسم الهدف الكبير لمهام صغيرة. مثلا لو بتعلم لغة، اول شهر احفظ 100 جملة اساسية، تاني شهر اتعلم قواعد بسيطة، الشهر التالت بقى ابدأ امارس المحادثة واتكلم مع الناس. التقييم ده بيخليك تشوف تقدمك بشكل واضح وبيديك طاقة انك تكمل. اختيار المصادر المناسبة. دلوقتي بقى عندنا كنز اسمه الانترنت، في كورسات، فيديوهات، مقالات وتطبيقات. بس ازاي نختار المصدر المناسب؟ اقرأ تقييمات الناس عن الكورس او المصدر، وابدأ بالمصادر السهلة والبسيطة. لو معاك ميزانية ممكن تستثمر في كورسات مدفوعة. ودايما اسأل نفسك هل المصدر ده مناسب لمستوايا، عشان هو لو ما كانش مناسب لمستواك هتلاقي ان الموضوع متقدم جدا عنك وهتحس ان هو صعب ومش هتكمل. في قاعدة مهمة جدا اسمها 20-80، يعني 20% من المعلومات اللي بتتعلمها هتجيب لك 80% من النتائج. لو بتتعلم لغة ركز على الجمل الأكثر استخداما، لو بتتعلم تصميم ركز على الأدوات الأساسية في الأول. التعلم بالممارسة. التعلم مش مجرد قراءة أو مشاهدة فيديوهات، لازم تجرب بنفسك. لو بتتعلم لغة اتكلم كل يوم حتى لو مع نفسك. لو بتتعلم برمجة اكتب أكواد كل يوم. الممارسة هي اللي بتثبت المعلومة وبتخليك تتعلم بشكل أسرع، وبتخلي الموضوع تلقائي مش محتاج تفكير ولا جهد. الالتزام والاستمرارية. التعلم هو رحلة مش سباق. ما تحاولش تعمل كل حاجة في يوم واحد، الأهم هو الاستمرارية. ما تبصش على شخص متقدم وتقيسه على مستواك، هو ما بدأش متقدم ولا انت هتبدأ متقدم. انت مش في سباق. خصص وقت ثابت يوميا حتى لو مجرد 30 دقيقة، واوعدك انك مع الوقت هتشوف الفرق. التعامل مع الإحباط. أكيد هتواجه صعوبات ويمكن تفكر انك تستسلم. اهم حاجة لما تحس بالإحباط عايزك تفتكر الكام حاجة دول. افتكر ليه بدأت، اقعد وقيم نفسك، هل محتاج تغير الطريقة اللي انت بتتعلم بيها؟ اطلب مساعدة من مدرس او صديق او حتى مجتمعات اونلاين. قيم نفسك باستمرار، كل فترة قيم تقدمك. اسأل نفسك ايه اللي اتعلمته لحد دلوقتي وايه اللي محتاج اركز عليه. التقييم المنتظم هيخليك دايما في الطريق الصح. الاحتفال بالانجازات الصغيرة. قلتها قبل كده كتير وهقولها تاني، مهم جدا انك تحتفل بكل انجاز. التعلم رحلة طويلة مليانة مشقة وجهد، والاحتفال هيخليك متحمس انك تكمل. خلصت كتاب، اتعلمت حاجة جديدة، كافئ نفسك وافتخر بنفسك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. افتكر دايما ان التعلم مش بس هدف، ده اسلوب حياة. ما تستناش تكون جاهز 100% عشان تبدأ. ابدأ، جرب واستمر، هتغلط بس افتكر ان الغلط ده بداية لتعلم. انت لو ما غلطتش مش هتعرف ان ده غلط فمش هتتعلم منه اصلا. فخليك مقتنع ان الفشل بداية النجاح. وبفكر اعمل لكم فيديو عن تعلم الانجليزي، لو حابين الموضوع اكتبوا لي في التعليقات. لو استفدتوا من الحلقة ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. اشوفكم على خير، سلام. قابل للقياس. ايه في ايه؟